السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أغلى أخوات ومتابعين في الدنيا. يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. معاكم يوميات أم سيف. لو أول مرة تشوفي قناتي ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان كل ما أنزل فيديو جديد تتفرجي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النهاردة هنعمل مع بعض الكشري المصري. طبعا كلنا بنحب الكشري المصري، وهنعمله النهاردة بطريقة سهلة جدا، يا رب تعجبكم. أول حاجة معايا مية بتغلي على النار، هنزل فيها المكرونة بتاعتي. ومعايا حلة تانية حاطة فيها زيت يسخن عشان أحمر فيه البصل، واخد الزيت بتاعه أعمل فيه بقية الكشري بتاعي. طبعا المكرونة حطيت عليها ملح وزيت وبدأت أقلب فيها وهغطي عليها واسيبها تستوي. هي الناحية التانية عدس بجبة بيستوي. غسلت العدس وحطيته في حلة